صباح الخير يا فانتزاوية. النهاردة اللي ما يفهمش او ما يعرفش، النهاردة يعتبر ليلة العيد بالنسبة لشباب كتير قوي في مصر وفي العالم عموما. يعني النهاردة ليلة العيد بتاعت الدوري الانجليزي، وخصوصا اللي بيحبوا يلعبوا فانتازي. فالنهاردة يوم المراجعة النهائية بتاعت الخطط والتشكيلات. كله النهاردة بيركز ويخطط ويمخمخ علشان بكرة مفيش راجعة خلاص. بعد الديدلاين بيجي لك سكتة قلبية، ما بتحبش تشوف التشكيلات. عارف انت لما بتخرج من الامتحان وبتبص مع اصحابك بتراجعوا؟ هو ده لما تشوف التشكيلات اللي بتنزل بتاعت الماتشات اللي هتتلعب بتتخض، قلبك بينبض. فالنهارده بقى اللي خاطب يتخانق مع خطيبته، واللي متجوز يوديها عند امها علشان يجهز لبكره. بكره اجازه، فاحنا مش عايزين حاجه تعكنن علينا اجازتنا. ان احنا بنتفرج على الدوري الانجليزي. فانا بسم الله ما شاء الله بفتح كده اليوتيوب، لقيت بسم الله ما شاء الله يعني ناس كتير جدا على غير زمان. يعني على غير زمان ما كانش في حد بيتكلم غير 3 4. ناس كتير بتتكلم في الفانتسي، يعني التشكيلات والخطط المتوقعه واحسن التشكيلات ومعاك 100 مليون هتوزعهم ازاي على الاسعار اللي احنا فيها دي. انا مش عارف الاسعار دي طالعه من مصر ولا ايه، مش عارف، بس ما علينا يعني. بس بسم الله ما شاء الله في ناس كتير بتديك خبره. بس بص يا حبيبي بقى، الناس كلها حتى بره بيدوك اهم التشكيلات وتخمينات اللعيبه اللي هتلعب تبدا السيزون والحاجات دي كلها. بس كل الناس دي نسيت تقول لك اهم تيبس ممكن تاخدها في بالك قبل ما تلعب اللعبه دي وقبل ما تحط تشكيلتك. ايه هي بقى؟ انك لو مريض سكر او ضغط ما تلعبش. لو مريض سكر او ضغط ما تلعبش اللعبه دي خالص خالص. ما تتفرجش على اي ماتش على معده فاضيه علشان ما يجيلكش هبوط حاد تروح فيها. وخصوصا لو ماتشات لجوارديولا عموما. يعني انت جوارديولا هيجيب لك عارف انت الصلع زي كده. انا كنت بتفرج على جوارديولا كتير، فعشان كده حصل لي اللي حصل له. ما تتفرجش ما تجيبش لعيبه كتير من مانشستر سيتي، واوعى لو جبت لعيبه من مانشستر سيتي تبص على التشكيله قبل الماتش. خش الماتش بقلب جامد واعرف انك هتتخزوق. حط في دماغك دايما انك هتتخزوق. ليه بقى؟ لان اللعبه دي اللي محدش قاله لك بقى، اللي محدش قاله لك. انت عملت تشكيلتك وبقيت امور وزي الفل ودخلت بقلب جامد، نص تشكيلتك مش هتلاقيها بادئه الموسم. فدي كده بقى بسم الله ما شاء الله برشامتين ضغط علشان تعرف ده احنا لسه في اول الموسم، فلازم تبقى شريط كده معانا ونكمل علشان ربنا يسترها معانا بقيه الموسم. احنا لسه موسم طويل والجو حر فمش ناقصه خالص. فانت بتبدا الموسم في الحر كمان، فانت لازم تبقى جنبك ميه بسكر، برشام ضغط او سكر. والحاجات دي كلها تبقى ايه؟ لازم يبقى في دماغك توقعاتك انك مش هتلاقي نص اللعيبه اللي انت بتختارها. ولو لقيت نص اللعيبه اللي انت بتختارها لازم تعمل حسابك ان انت ايه؟ يعني لعيب واحد هيصيب، الاثنين لعيبه هيخيبوا يعني. فانت خلي بالك. وخصوصا هتلاقي بقى كمان حاجه كمان نسيت اقول لك. صح، صحيح. يعني اللي انت حاططهم على التشكيل، اللي انت حاططهم على الدكه وحاسس ان هم مش هيلعبوا اصلا، لا دلوقتي هيجيبوا هاتريك. فحط في دماغك النقطه دي كمان وما تتفاجئش. حس يعني، بص نص الكوبايه المليان، ان انت جبت لعيبه ما كانش حد متوقع انها تلعب اساسا ولعبت وجابت هاتريك. انت حاططهم على الدكه، انت ما استفدتش منهم حاجه، بس مش مشكله، انت على بدايه الطريق الصح، انت بتتوقع صح. فحطهم الاسبوع اللي بعديه مش هيلعبوا، تمام؟ فلازم الحاجات دي تحطها في دماغك قبل ما تلعب. انا خايف عليك، انا بلعب اللعبه دي بقالي اكتر من 8 سنين ولا 9 سنين، فمش عايزك يحصل. انا كان عندي شعر راح، مش عايزك يحصل لك اللي حصل لي وحصل لعبد شكور واحد صاحبي انت ما تعرفوش. فاللعبه دي محتاجه مؤازره، محتاجه انك دايما تطمن على اصحابك. ليه؟ او اي نعم انت اصحابك بتبقى عامل معاهم جروب وبتبقوا اعداء مش طايقين بعض وكله بيخبي ورقه وكاننا فعلا في لجنه فيزياء اللي هو فاهم انت. بس معلش لازم تطمن على صاحبك، خصوصا بعد ماتشات الارسنال كمان. يعني الارسنال يا عيني على الارسنالويه كتير قوي في مصر، والناس كتير قوي بتحب الارسنال، انا منهم. بس يا عيني الارسنال ده يا خبر ابيض، ده الخازوق الصح بقى، اللي هو يديك الامل طول الموسم وفيجي في الاخر يروح رزعك على قفاك يفوقك، فاهم انت؟ يعرفك بقى ان انت ما تتفرجش على كوره تاني اصلا. فاللي بيشجعوا الارسنال من دلوقتي اعمل حسابك ان انت مش هتاخد الدوري، تمام؟ انت هتقعد تنافس وتجري بس مش هتاخد الدوري. يا رب ناخده يا رب مره، يا رب نفرح يا رب. بتوع مانشستر يونايتد ربنا معاكم. بتوع مانشستر يونايتد دول انت عمالين تصرف ومفيش حاجه بتحصل. انت في مكانك، انت بتجري في مكانك. مانشستر يونايتد. بتوع تشيلسي بقى انا مش عارف اصلا في ناس لتشيلسي ولا لا، بس ايه؟
والله الفلوس دي يعني لو اتصرفت عليك وجوزتك كانت احسن لك بجد. يعني انت لو كانت ممكن الفلوس دي تتجوز مش شارع بقى، تتجوز بلد. فعلى ايه ده صرف زياده اوفر؟ ما بلاش، لا ما تشجعش تشيلسي قوي، لان هي داخله الموسم ده اصلا يعني يا صابت يا خابت، ما حدش يعرف اي حد من الناس اللي بتلعب، فاهم انت؟ فاللي هو بالمر، هات بالمر، هيعمل لك ايه بالمر؟ ما الموسم اللي فات كان عامل وعامل شغل ابن لذينه ما حدش كان متوقعه، بس الموسم ده الناس كلها جايباه بقى. بص بقى بالمر هيخش ازاي، يا رب يا رب يا رب ما يعمل حاجه عشان انا مش معاه في التشكيل. تمام؟ بالراحه على نفسك. بكره حصل لك حاجه مش مشكله، يوم السبت الممتاز الحلو اللي احنا كلنا مستنيينه بفشار ومستنيينه بحاجات وكاجو وصارفين عشان نقعد نتفرج على يوم السبت، اهدى خالص على توقعاتك وما تطلعش فوق علشان ما تقعش على جدور رقبتك تتكسر. فبالراحه على نفسك. اهم حاجه تطمن على اصحابك، اهم حاجه تطمن على اصحابك. بالنسبه بقى لل 100 مليون يا جماعه، انا شايف ان والله انا عن نفسي انا عملت تشكيلتي في نهائيه خلاص ومقتنع بيها جدا، بس انا يا جماعه شايف ان ال 100 مليون تعرف تجيب لك لعيبه كتير حلوه جدا وتعمل لك تشكيله حلوه جدا، وبوجود صلاح وهالاند، بوجود صلاح وهالاند. بس انت الحاجه الوحيده اللي مش هتصرف عليها الدفاع. يعني مع ان كمان انا ممكن اجيب اتنين في الدفاع اللي هم اشهر اتنين، بيدرو بورو وجفارديول. الاتنين دول ممكن يكونوا معاك في تشكيلتك، ومعاك صلاح وهالاند ونص ملعب قوي جدا. بس في ناس بتروح للناس اللي هي الغاليه وبس في نص الملعب، وعايز يرشح نص الملعب بتاعه كله اسعار عاليه، وبعد كده وبعدين هتعتمد على هالاند بس في الهجوم. ما هو هالاند بكره مع تشيلسي كانت وحشه في البري سيزون اي نعم، بس انت ما تعرفش تشيلسي ممكن تخش دخله حلوه. لعيبه تشيلسي عندها الخبره برده في الدوري الانجليزي، يعني انت بتتكلم برده مش لعيبه هيتيا، يا رب تكون هيتيا عشان هالاند يجيب هات عشان هو معايا في التشكيل. تمام؟ انت من 100 مليون انت ممكن تجيب لعيبه حلوه جدا. من وجهه نظري انا ما بحبش اصرف في الدفاع على لعيبه غاليه. يعني انا يوم ما جبت لعيبه ب5.5 او يوم ما جبت لعيبه ب6 انا كده صارف اغلى حاجه عندي في الدفاع. فليه؟ الدفاع ما يستاهلش اكتر من كده. لان انت ليه بقى الدفاع ما يستاهلش اكتر من كده؟ لان هو لو جه جون في اول 5 دقايق في الماتش في واحد من المدافعين بتوعك، صدقني انت هيجي لك شلل رعاش. فتبقى انت صارف في الدفاع، ويا ريته بقى لو كان ديفندر بس، يعني ما بيطلعش غير يجيب هيدر، لو هيطلع في الكورنرات او ضربات الثابته بالهيد ويجيب جون، لكن مش هيطلع اكتر من كده. اما ممكن لو انت باكات يعملوا لك اسيست، حتى لو جه فيهم جوان يعملوا لك اسيست، مش عارف يخطف جون، الحاجات دي كلها. يا سلام لو جون واسيست. تريبير كان مظبط الناس، بس مش عارف تريبير الموسم دوت ما عليهوش اقبال كبير، لان غالي، سعره غالي ولسه الدنيا ما بانتش. تاني حاجه كمان من الحاجات المهمه جدا، ما الناس اللي بتعمل مش تريبل كابتن، الناس اللي بتعمل وايلد كارد في اول جوله. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ما انت لسه الدنيا عايزه، تشكيلتك لسه اكيد محتاجه تترجلش. لازم الرجلاش ده يحصل في اول 3 4 5 اول اسابيع كمان، يعني 3 4 اول اسابيع دول، اول 3 4 اسابيع دولت هتلاقيهم الدنيا فيها مش سالكه معاك في فريقك، وهتحتاج ممكن تغير 4 لعيبه على الاقل مثلا ولا حاجه. قليل جدا اللي بيلاقي تشكيلته كامله زي الفل، بس بعد 3 4 اسابيع هيلاقي نفسه ان هو عايز يغير، لان اللعيبه دي نامت خلاص، كانت صحوه بدايه السيزون ونامت بعد كده. فطبيعي انك هتعمل تغييرات، بس ما تعملش وايلد كارد اول اسبوع ده. اصلا انا مش مع ان اي حد يعمل اي تغييره الا لو واحد بس من عندك اتصاب، غير كده ما تعملش تغييره. استنى لغايه تاني اسبوع يبقى معاك تغييرتين، تعرف تعمل تغييرتين 3 لعيبه يا عم. سلم في اول اسبوع تبقى عملت 3 تغييرتين في اول اسبوعين، 3 تغييرات في اول اسبوعين، يعني بعد اول جولتين. تمام؟ يبقى انت كده يعتبر غيرت تلت فريقك. يعني دي حاجه انا شايفها، يعني اكيد مش اكتر من، لو اكتر من تلت فريقك بايظ وانت عايز تغيره يبقى العيب فيك انت يا معلم. انت داخل السيزون اصلا ملط. فلا، انت لازم تختار كويس جدا بناء على بري سيزون، واللي الناس كلها خلاص عرفته دلوقتي، وبناء على دماغك وخبرتك اللي فاتت. في لعيبه كده بتخش، يعني واحد زي محمد صلاح ما ينفعش تخش من غير محمد صلاح. الناس هتقول لك ليفربول دايما بتبقى بره ارضها بتبقى صعب تكسب ومش عارف ايه. لا، محمد صلاح في اول كل سيزون لازم يجيبوا جوان. يعني خيبت معاه الموسم اللي فات تقريبا، بس بتاع 6 مواسم قبليها انا بتكلم من الذاكره والله، مش فاكر بالظبط ومش محضر. فبقول لك ان لا، محمد صلاح بيخش اول سيزون دايما في اول ماتش بيجيب جوان. فانت ليه؟ وكمان مع فرقه لسه صاعده، اي نعم هي قويه بس مش مشكله، محمد صلاح بيعرف يجيب جوان. لعيب هجومي دايما يختار اللعيبه
اللي بتهاجم على الجون. ما تختارش اللعيبه اللي يعني انا مش مع الناس اللي بتجيب برونو فرنانديز بصراحه، مع ان برونو فرنانديز فورمه وممكن يعمل حاجه بكره، ممكن يعني يفشخ الدنيا بكره، بس برونو فرنانديز بيحب يخدم اكتر ما بيحب يجيب يعني. وممكن يكون حلو انك بتلاقيه بتخدم بيعمل لك اسيستات، بس هو ممكن يكون بيخدم على لعيب علق حضرتك، فانت ليه تعتمد على واحد بيعتمد على واحد علق؟ فخليك دايما مع اللي بيهاجم، مع اللي بيضرب كوره في الجون على طول، بينشن في الجون، ده احسن واحد انت ممكن تجيبه. مانشستر يونايتد انا شايف ان احسن حد ممكن تجيبه من مانشستر يونايتد طبعا دي ليخت جابوه خلاص، فده حاجه حلوه في الدفاع، فانت وسعره مش غالي تقريبا 5 مليون، فسعره حلو جدا. عندك جرناتشو يا جماعه، جرناتشو لعيب حلو جدا، لعيب هجومي، لعيب اناني بيحب يخش على الجون يجيب جون، ده انا ولعيب رخيص ب 6 مليون، 6 مليون تقريبا او 6 ونص، 6 مليون تقريبا، فحلو جدا ولا اقل كمان، والله مش فاكر الاسعار بالظبط. فجرناتشو حلو جدا في مانشستر يونايتد، ولعيب هيبقى ديفرنشال، ما عندوش اي ملكيه كبيره، فحلو يعني، ده حلو في مانشستر يونايتد، مع ان انت ما تعتمدش على مانشستر يونايتد، بس يعني انا حاسس ان مانشستر يونايتد داخله الموسم ده عايزه تعمل حاجه، وانا كنت مع ان تين هاج يفضل بصراحه، لان طبيعي يا جماعه لازم ارتيتا عشان يعمل حاجه مع الارسنال فضل بتاع 3 مواسم عمال يتلطش من كل الفرق، شوف دلوقتي ارتيتا عامل ايه مع الفريق، فلازم الثبات على الكوتش لمده لا تقل عن موسمين، لازم عشان يظبط فريقك لازم. فانا شايف ان تين هاج خطوه حلوه ان هو يجدد مع الناس. تشيلسي انا مش عارف تشيلسي هتعمل ايه، ما تجيبش حد من تشيلسي، ليه بتجيب انكونكو عشان عامل حاجه في البري سيزون؟ طب ما هم كانوا بيلعبوا مع مين في البري سيزون؟ اهو اتلسعوا من سيتي، فاتلسعوا من كذا فريق تاني. لا لسه تشيلسي دي محتاجه تبص عليها على الاقل جولتين، تعرف مين اللعيبه فيها اللي هتتنطط، زي انكونكو دوت اللي عامل شغل حلو، وانا سامع ان هو فعلا، انا ما شفتش كل البري سيزون بس انكونكو عليه اقبال رهيب. طب ما هو انكونكو ده يا جماعه ماشي، ما هو دلوقتي عدى الملكيه بتاعته عدت فوق خالص، انت بتجيبه هتعمل بيه ايه؟ ماشي، ما هو مش ده اللعيب اللي انت اللي تجيبه علشان تفضل ماشي مع القطر بتاع اللعبه كلها، لا لو عايز تجيب لعيب تمشي تفضل ماشي مع القطر، هات صلاح وهات هالاند، ما تقوليش اخش بواحد من غير الاثنين دول، لان الناس منقسمه الى 3 اقسام، ناس هتجيب صلاح وهالاند مش مهم معاها باقي اللعيبه، وناس مش هتجيب صلاح وهالاند خالص وهتصرف على هتجيب 3 مهاجمين جامدين يلعبوا 3-4-3، هيجيبوا 3 مهاجمين جامدين يعوضوا هالاند زي ايزاك وواتكنز، وممكن مونييز بتاع فولهام، او غير مونييز ادواردو بتاع كريستال بالاس اللي الناس كلها مش عايزه تجيبه ده، وعندك مين كمان، عندك بيدرو بورو عامل شغل حلو في البري سيزون، وعندك كذا واحد في الهجوم يا سولانكي، ممكن تجيب سولانكي لو ما جبتش هالاند كمان، وفي نص الملعب ترجلش الدنيا بقى برضه، تجيب لعيبه كده في النص، عندك روجر وعندك سميث رو وعندك جرناتشو وعندك الناس دي كلها في 5.5 في 5 و6، فاللعيبه مش غاليه. في ناس متجاهله ماديسون خالص، ليه يا جماعه؟ ماديسون دخل السيزون اللي فات عمل احلى شغل لغايه لما اتصاب وراح قاعد. ماديسون عامل، انا شايف ان ماديسون نقطه حلوه جدا، ممكن تجيبها 7.5، هيجيب لك نقط انا متاكد، اسيستات واجوان، واعتقد انه بيمسك كمان الفاولات مش البلنتيات اكيد مع سون خلاص دي محجوزه، لكن بيمسك الفاولات كمان. ف لعيب ماديسون ممتاز في توتنهام، وتوتنهام حط في بالك انك هات لعيبه من توتنهام في اول السيزون. ليه في اول السيزون؟ الفراخ بتخش السيزون عامله نفسها ديوك، فاهم انت؟ يلعبوا بتاع 8 اسابيع حلو، بعد كده ياخدوا على قفاهم ويناموا تاني، فانت استفاد من الصحوه بتاعتهم بتاعت كل سنه دي، ان هم بيخشوا السيزون ما عندهمش نفس طويل، توتنهام طول عمرها ما عندهاش نفس طويل، بس هم بيخشوا السيزون عندهم مجهود عالي جدا، يخلصوه في اول السيزون وبعد كده يناموا خلاص، انت استفاد بقى بالصحوه بتاعتهم، هات لك منهم لاعبين واستفاد منهم، بعد كده ارميهم في الزباله. تمام؟ حاجه كمان ركز على اللعيبه، هات لك على الاقل 2 لعيبه انت متاكد ان الناس هتجري عليهم تشتريهم. ليه بقى حضرتك؟ عشان السعر. اعمل حسابك يا معلم انك تجيب ناس هيبقى عليها اقبال كتير وتجيب لك فلوس، يزيد سعرها وتجيب لك فلوس، لان انت هتحتاج الفلوس في نص السيزون، هتحتاج يبقى معاك فلوس كتير قوي في نص السيزون، لان لعيبه كتير هتغلى، هي مش هتبقى معاك، اصل في لعيبه كتير قوي هتغلى، فانت على الاقل يكون معاك منهم 2 علشان لما اللعيبه دي تغلى قوي
والناس يبقى عليها اقبال جدا. لو تبيع واحد منهم وتجيب واحد تاني ديفرنشال جديد ظاهر، ما هو اكيد في لعيبه ديفرنشالز هتظهر في النص، لعيبه كده اللي هي من تحت طالعه كده ما حدش يعرفها كده، او لسه منتقله جديد للدوري، او كان نايم من اسابيع زي الميرون اللي مره واحده طلع في الموسم اللي قبل اللي فات، طلع مره واحده كده الناس كلها كانت بتشتريه، كان ب5.5 تقريبا، فكان عامل شغل عالي جدا بيجيب نقط هايله. الموسم اللي بعديه غلي ما عملش حاجه، الناس كلها باعته، فانت لبست في سعره. فانت نشن كده، حاول تنشن على كام لعيب زي روجرز مثلا بتاع استون فيلا، سميث رو انا متاكد انه هيعمل حاجه في فولهام، لان سميث رو اصلا جامد يا جماعه. عندك في ويست هام لعل وعسى انطونيو يصحى تاني في الهجوم وسعره قليل 6 تقريبا. عندك مين تاني في ويست هام؟ الواد اللي في نص الملعب بتاع ويست هام دوت، مش فاكر اسمه ايه. الواد ده الواد كان بيلعب في مانشستر يونايتد تقريبا، مش فاكر والله، مش فاكر، مش مشكله. بس في واحد في وسط الملعب شبه اسم سميث رو كده، يا رب الله العظيم واحد نسي. المهم يعني في لعيبه كده تنشن عليها، تعرف ان اللعيبه دي هتغلى. اللعيبه دي لما تغلى، انت استنى لما يغلى مثلا، ممكن يغلى نص مليون، على ان الناس بسم الله ما شاء الله. يعني انت بكره ممكن تلاقي الناس مثلا لو جرناتشو جاب جون مانشستر يونايتد، جاب جونين مثلا، ولا جاب جون وعمل اسيست، والله قبل الماتش ما يخلص، قبل الحكم ما يصفر صفاره السنتر اللي هو جابوا جون وجرناتشو جاب جون، تلاقي 3 مليون واحد راحوا اشتروا جرناتشو، غلوا السعر. مش عارف احنا في ايه، احنا لو قاعدين في سوق رود الفرج مش هنعمل كده. اهدى شويه على اللعيبه، اهدى شويه على السعر، اهدى شويه على البيع والشراء. الناس بتروح تشتري، بتغلي الاسعار بطريقه غبيه. استغل انت الناس الايه الغبيه دي. اول ما الناس دي تشتري الحاجه روح واشتري، ماشي، خليها معاك، وبعد كده لما الناس تشتري انت السعر ده يغلى بيع وهات لك لعيب تاني. ممكن بعد كده تجيب لك ساعتها بقى، انت ممكن تجيب بقى مين اللعيبه الغاليه جدا تجيبها معاك، يبقى معاك بقى مثلا بالمر وصلاح وهالاند وساكا. ليه لا يا عم؟ انت بتتكلم في لعيبه بتزيد بالخمسه، في فرق بتزيد بالخمسة مليون، مش بالنص مليون، بالخمسة مليون. في لعيبه داخله تستثمر، والله العظيم في ناس داخله تستثمر في الفانتزي، ما حسيتش نفسها في الحقيقه، كان نفسه يفتح بيزنس طول عمره، فبيخش يستثمر في الفانتزي، يستثمر في اللعيبه. هو مش عايز يجيب نقط ولا عايز حاجه، هو عايز يجمع فلوس، ما تفهمش ايه غيته، عايز يظهر في القايمه اللي هي في ستيتس في الاخر، اللي بيجيب لك اغلى فرق ايه، هو عايز يظهر في القايمه دي وبيتنافس على الاول في القايمه دي. فالناس دي دماغ عاليه، بيبقى عامل مثلا اكونت تاني ولا حاجه وبيخش يعمل ايه، يجيب في اللعيبه دي لغايه لما يبقى السعر غالي جدا. فدي اهم الحاجات اللي انت تاخد بالك منها، يعني فاهم انت. ارجوكم محدش يتسرع في الوايلد كارد. الوايلد كارد ده كنز معاك، خليه معاك لاقل حاجه 7 اسابيع. 7 اسابيع ده اقل حاجه، يعني 8 اسابيع كمان يا عم، ده انت بتتكلم في ايه؟ ده انت جاي بدري جدا والله. اهدى شويه على الوايلد كارد. انا برشح للناس ان هي تهدى اسبوعين، يبقى معاك تغييرتين. ده لو انت في دماغك ان لو انت بتحب تسلب، يعني تبقى معاك تغييرتين تعملهم ببلاش، ولو عايز تغييره ثالثه بسالب 4 تمام، وما تسلفش كتير، ما هو بيطلع على دماغك في الاخر يا حبيبي. بالراحه على نفسك كده. الفرقه حط في دماغك انت فرقتك لازم تترجلش، خلاص يلا الكلام ده كده. اهدى على نفسك، تغييراتك ايه اللي فيها؟ اول اسبوع ما تعملش تغييرات، اهدى، الا لو حد اتصاب غيره، مفيش مشكله، يكون بيلعب معاك اساسي، ما يكونش حد في الاحتياطي انت حاطه في الاحتياطي ويتصاب وتروح تغيره عشان تحطه في الاحتياطي، ما انت كده خسرت انت يا حمار، ما انت كده خسرت خسرت تغييره. مش عايزين حموريه، ركز عشان والله العظيم اللعبه دي هتجيب لك شلل رعاش، فقد على نفسك كده خالص، تمام. بص بقى عشان ايه، جوارديولا ده بالنسبه لي عفريت، بيطلع لي بالليل وانا نايم. جوارديولا خلاص كفرنا في اللعبه، الناس كلها راحت جابت جوارديولا، انا بقول لك جوارديولا ممكن ما يلعبش هو بتحس ان هو مش بيركز في السيزون قد ما بيركز مع الناس اللي بتلعب فانتزي، والله العظيم. فودن يا جدعان عامل موسم فظيع السنه اللي فاتت، موسم فظيع، ده مكسر مدغدغ الدنيا، فودن مدغدغ الدنيا. هو بقى لا انا مش هلاعب فودن، مش هبدا بيه يا حاج. طب ما هو فودن ده كان احسن لاعب في السيزون، ولا هو وبالمر تقريبا كانوا احسن، بينافسوا عليها. لا مش هلاعب فودن، انتوا جايبين ايه في الفانتزي؟ فودن انت مش هلاعبه يا حبيبي، هتخسر مش مشكله، بس هخسركم معاه، يعني نعيش كلنا يموت كلنا. جوارديولا بيعاند الناس اللي بتلعب، هو قال انا بعاند الناس اللي بتلعب فانتزي، لا طبعا مش كده، انا بهزر، بس هو النقطه ايه، ما تعتمدش على جوارديولا
علشان هيديك في دماغك بالقله. انا بقول لك اهو جوارديولا والله اسمع مني، عشان الناس كلها شايله منه شيله وحشه قوي، اللي بيحبوه بيكرهوه بسبب اللعبه دي. فاهم انت ازاي؟ فخلي بالك، اهدى على ما تجيبليش 9 لعيبه من مانشستر سيتي وتقول لي ايه ال9 لعيبه مش هيلعبوا. فخليك رايق كده وهادي علشان جوارديولا مجنون. تمام. انا مش عارف ليه ساكا ب 10 مليون، والله ما عارف ليه ساكا ب 10 مليون، وليه بالمر ب 10.5 مليون. ليه يا جماعه ده؟ ليه بالمر غلو والله العظيم، ده غلي اكتر من البطاطس، ده غلي اكتر من البطاطس يا جدعان والله العظيم. البطاطس ما بتغلاش، ده غلي اكتر من القوطه، ده انت عديت يا راجل. اهدى على بالمر غلي، مش مشكله، مش مشكله. في ناس راحت جابته وما جابتش صلاح، انت واخد بالك ازاي؟ مش مشكله برضه، يمكن يعمل لهم حاجه، اصل بالمر لعيب حلو، بيعرف يتصرف، بيعر من اللعيبه اللي بتهاجم على الجون. فبالمر لعيب حلو جدا، بس لو مش هتجيب صلاح عشان تجيب بالمر، فانت محتاج ايه يعني؟ لا ما انصحكش خالص، ما انصحكش خالص. ودي حركه بحسها حركه غبيه شويه، مع ان انا بقول لك بالمر بيجيب، لما بيجيب ما بيتفهمش. بس صلاح يا جماعه، صلاح بيعرف ازاي صلاح بيحب يحط نفسه كابتن عشان يجيب اجوان، وعارف انه هيجيب اجوان ويطلع نفسه في الفانتزي. يعني هو بيلعب فانتزي ومركز فيها، انا متاكد. ف ده بتهيألي كل حاجه انا ممكن اقولها لكم في الفانتزي قبل ما نبدا. طب نسيت اقول لكم حاجه صحيح، ما حدش يسمع كلامي خالص بقى عشان انا فاشل في انا بقالي 8 سنين بلعب، ولا اكتر من 8 سنين بلعب اللعبه دي. انا في موسم واحد بس اللي دخلت في المليون، اللي هو اول مليون. اول مليون، مش اول 100,000، اول مليون. ايوه انت سمعت صح. فكلمه فاشل اصل انا لقيتهم كلهم بيسموا حاجه فانتازي، في كلمه في الاول بعد كده بعديها فانتسي. خلاص ما انا فاشل، فانت انا فخور ان انا فاشل. ما حدش بيتعلم بالسهل وما حدش بيتعلم ببلاش، لازم تبقى فاشل عشان تتعلم. وامشي ورايا، تبقى فاشل اول موسمين 3 4 5 6، بس هتتعلم في الاخر. ولو انت فضلت فاشل طول عمرك تبقى انت حمار. لا مش انا طبعا، بس خلي بالك يعني عشان ايه. انا بقى قصدي مصلحتك. انا والله قلت لك الحاجات اللي بلبس فيها وهلبس فيها، انا بقى اروح اعمل الحاجات اللي انا قلت لك ما تعملهاش دي كلها، اروح اعملها كلها وهلبس فيها وهاجي اعيط وهيجي لي ضغط وسكر ودقني بقى اللي هتقرع، مش فاهم انت، حاجات تانية ممكن تقرع. فخلي بالك وانت بتلعب اللعبه دي، اهم حاجه ان انت يكون عندك روح رياضيه، اللي هو ايه، تستقبل الخبر بسعه صدر. فاهم انت؟ بصدر رحب تستقبل الخبر اللي يجي لك وانت التشكيله بتنزل قدامك كده، وتلاقي ان انت اللعيب اللي انت بتدور، انت مش همك التشكيله، انت بتدور على اللعيب اللي انت منزله في التشكيله بتاعتك، ما تلاقيهوش. حصل بقى ايه؟ شكرا يا حاج انا هعدي بعد اذنك. حصل ايه بقى؟ جلطه، شال العصب السابع ظهر لك في وشك. فطبعا لما اي حد، ما حدش هيعرف اللي جالك منين العصب السابع ده غير اللي بيلعب اللعبه. يقول لك بس انت تعالى، انت كنت بتلعب فانتزي امبارح؟ ما هو جاله كمان خازوق دخل ما طلعش. فخلي بالك، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. نحاول نعمل فيديو تاني بقى. انا ما بعملش فيديوهات اصلا، انا طلعت عشان اقول لكم الكلمه دي، لان طلعت انا حسيت ان انا عايز اقول الكلام ده عشان ضميري يبقى مريحني. بس مش مشكله خالص، يا رب ان شاء الله نرجع نعمل تاني. عايز اعدي بعد اذنك، انت زنقتني. وان شاء الله نعمل فيديو تاني واشوفكم مين اللي جاله شلل الرعاش، مين اللي جاله عصب صابع، مين اللي جاله بواسير. خير ان شاء الله، كلها هتعدي وتتعالج وخير ان شاء الله. يا رب لو حد مصري نعرفه جالنا في الاول 3 مليون يقول لنا، يعني يبقى شاطر، ده نغش منه ونشوفه بيعمل ايه ونعمل زيه. ربنا يوفقكم جميعا. يلا سلام عليكم.